إن الفايدة الوحيدة للنيش إن الست بتستخدمه إنها تحبس بيه طليقها. لو أنت قرّبت من الجواز ففي كائن غريب كده هيعدّي عليك هتكتشفه اسمه النيش. كائن النيش ده كائن غريب جدًا ما تفهمش إيه سبب وجوده في الحياة أساسًا ومين أول شخص اخترعه. وغير كده إن تلاقي كائن النيش ده بيتم الاستعداد ليه من زمان أوي. يعني هتلاحظ في البيت عندك إن الأم مثلًا لو عندك أخت بتبتدي تجمّع بقى حاجات النيش. في كراتين تحت السرير، كراتين فوق الدولاب، كراتين فوق المطبخ. لو يطولوا يرموك أنت من على سريرك ويحطّوا عليه كراتين. إيه بقى فايدة النيش ده؟ هل هو ديكور؟ لأ طبعًا. يعني إيه الديكور هيبقى في براد وكاس وطبق وفنجان والحاجات دي، هل هو استثمار؟ أكيد لأ، لإن بمجرد ما بنحط الحاجات في النيش خلاص قيمتها قلّت. طب هو إيه لازمته؟ اكتشف العالم جيمس براد اللي هو عالم متخصص في علم الأدوات المنزلية إن الفايدة الوحيدة للنيش إن الست بتستخدمه إنها تحبس بيه طليقها. ليه؟ النيش في الحقيقة عبارة عن إيه؟ كاس، براد، فنجان، إنما بيبقى مكتوب في القايمة مقبرة فرعونية. بيتحوّل قيمته لقيمة أنت ما تتخيّلهاش. فجأة الكاس ده بيبقى الكاس اللي شربت فيه كليوباترا السم وراحت في 60 داهية. البراد ده بيبقى البراد اللي أحمس صَب منه الشاي وقت ما طرد الهكسوس. وليه فايدة تانية دي بقى من وجهة نظري إنّك بتختبر بيها أنوثة ورقة الست. جرّب، قرّب، روح ناحية النيش وطلّع حاجة منه، وأنت وحظّك بقى. الست اللي معاك يا تتحوّل يا إمّا قاتل محترف، يا زومبي، سمكة قرش، أنت وحظّك. زائد إن ما فيش أغلى عند الست من ابنها. بس خلّيه يفكّر كده يقرّب ويطلّع فنجان عشان يشرب منّه. فجأة هتتحوّل لعرّافة وهتقرا له الفنجان تقول له: "يا ولدي قد مات شهيدًا من مات فداءً للمشروع." وبعدين بيبقى موجود كده حاجة موتّرة في البيت. آخرك كده تعدّي من عنده وتبُص عليه بصّة حسرة زي بصّة الجعان لمّا بيعدّي قدّام مطعم وهو مفلِّس. إنّما تقرّب منّه لأ، يعني ده بيبقى ناقص يتحط حواليه ديناميت.